حبيت بقى في اخر رمضان اعمل لكم اختراع سهل وبسيط. زهقنا من الحلويات بقى المعقدة اللي فيها طبقات كتير. تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة بالكنافة، كرات الكنافة بطريقة سهلة جدا، مكوناتها بسيطة. يعني لو عندكم حبة كنافة كده باقيين تقدروا تعملوها بكل سهولة. شكلها حلو قوي في التقديم ويفتح النفس على الاكل. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. عندي ربع كيلو من الكنافة بحطها في الفريزر عشان تجمد معايا كويس قوي واقدر اكسرها بايدي بكل سهولة كده. انا عايزة اكسرها وتتفتفت معايا خالص زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هضيف للكنافه ربع كوبايه من السكر البودره وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وعلشان ادي طعم للكنافه هحط ظرفين من الفانيليا، يعني معلقه صغيره من الفانيليا، وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده هضيف نص كوبايه من السمنه السايحه، بس ما تبقاش ولا سخنه ولا دافيه. هقلبها كويس جدا مع السمنه، وهبتدي بقى ان انا اجيب صينيه ينفع تدخل الفرن، هحط فيها الكنافه من غير ما اضغطها خالص. وبعد كده هدخلها الفرن. انا بكون مشغله الفرن قبل ما ابدا خالص على درجه حراره 200، وما بين وقت للتاني بطلعها من الفرن اقلبها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وهي سخنه كده على طول هنزل عليها بكوبايه الا ربع من الحليب المحلى المكثف، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. هفضل اقلبها كويس قوي لحد ما احس انها مسكت كده في بعضها، علشان تبقى سهله عليا وانا بكورها وما تفكش معايا. شايفين بقت ماسكه كده في بعض، بقت كتله واحده، واقدر امسك قطعه كده بايدي واضغط عليها تبقى متماسكه زي ما انتم شايفين كده. وبكل سهوله هبتدي بقى ان انا اكورها واشكلها. هاخد قطعه وابتدي ان انا اضغط عليها بايدي الاتنين كده واكورها، هتتشكل معاكم بكل سهوله. وادي بقى شكلها متماسكه وحلوه جدا. تقدروا طبعا تحمروا الكنافه على النار من فوق، بس هتاخد معاكم وقت شويه على النار، ولازم النار تكون اقل من المتوسطه علشان تاخد لون موحد وحلو. بس كده شكلت كل الكنافه بنفس الطريقه وعملت معايا كميه حلوه قوي رغم انها ربع كيلو. هحطهم في التلاجة يتماسكوا شويه، وبعد كده هرصهم في طبق التقديم، وهنزل عليهم بقى بالنوتيلا او كمان اي صوص انتوا تحبوه. انا اخترت النوتيلا والكراميل. ممكن تحطوا لوتس، ممكن تحطوا زبده فستق، زبده فول سوداني، زي ما تحبوا. ودي بقى شكلها النهائي، زينتها شويه كده بالفستق. شكلها تحفه يا جماعه وتفتح النفس على الاكل. واديكوا شفتوا رغم شكلها الحلو قوي وتبان انها صعبه، ما خدتش وقت معاكم، وكمان ما بتاخدش مكونات كتير. يعني لو عندكم حبه كنافه باقيين كده ومش عارفين تعملوا بيها ايه، ممكن تعملوها بكل سهوله وتختاروا زي ما قلت لكم اي صوص انتوا تحبوه. وعلى فكره طعمها كده من غير صوص كان حلو جدا. يعني انتوا لو كلتوها كده ساده من غير اي صوصات خالص وحطيتوا عليها شويه مكسرات وجوز هند، برضو طعمها هيبقى حلو قوي. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.